ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده الجزء الثالث مع عبثيات الاعلام المصري. بس قبل اي حاجه انزل لي بالانترو. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي انت عملته ده يا يعقوب؟ ايه القرف ده؟ طيب. ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه ايه الاساسيه. القرف طيب. ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ انت بتهرج؟ انت بتهزر يا ابراهيم ولا بتتكلم بجد؟ لا انا بس حضرتك سؤال كل الناس. انت بتتكلم مرتضى منصور، انت بتتكلم ممدوح عباس يا استاذ ولا ايه؟ بتتكلم واحد ذكر. هو دلوقتي حضرتك بتهاجمني انا، انا بنقل لك الكلام اللي عبيط. بيتقال. انت بقول لك ايه؟ انا اتكلم عليك عبيط، مع السلامه. يلا طيب. هو ساب الخبر وساب صاحب المشكله ومسك في الغلبان اللي بين الخبر. وبعدين يا استاذ ابراهيم، هو انت مسكت في كلمه يلا وسبت عبيط عادي؟ في الزوجه والبيت. نقول لك زوجتي وابنائي ليه بقى؟ طلبوا. انا طلب اسكت. انت هتسمع؟ انت لو سمحت انت لا اسمع. لما اتكلم على مراتي وولادي هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه. هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه. يعني يا استاذ وائل البراشي الاتنين بيدبوا في بعض وهو مستني المخرج يطلع فاصل وقاعد عادي خالص. ازيك؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كويس. بس عايز استاذ رضا، هو حضرتك مؤهلك ايه يا استاذ رضا؟ طيب استاذ مرتضى، مؤهلك ايه؟ يعني ايه الشهاده اللي معاك ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول مؤهلك ايه يا استاذ رضا؟ مؤهلك ايه؟ الشهاده. نعم؟ جاهل. جاهز ايه؟ مش فاهم. هو هي دي مالها بلعيب الكوره؟ وهي مالها؟ انت باللي عمال تخرفه من الصبح وانت قاعد. لا انا ما بخرفش. عيل دبلوم صنايع، امير ده ضابط شرطه محترم، تتكلم عنه اتكلم بادب واحترام. لا طبعا. لا الكوره ما فيهاش ادب واحترام يا سياده المستشار. لا مش هسمع. اسمع انت بقى. الكوره مالهاش دعوه لا بدكتور ولا بمهندس. خلينا نسمع كابتن رضا. خلينا ندخل المؤهل في الكوره. خلينا نسمعه وبعدين نعقد. اتفضل يا استاذ مرتضى. انت هيج ليه؟ اسمع، ما تقول ما تيجي. انا بسالك سؤال واحد، حضرتك مؤهلاتك ايه بس؟ جاوبني. انت عايز حوار محترم يا اخ رضا ولا عايز تعمل هيصه؟ لا انا مش عايز اعمل هيصه. حضرتك اللي انا معايا بكالوريوس مع التعاون. مع التعاون يبقى ما بتتكلمش عن الباشا امير ضابط الشرطه المحترم. ده الكلام ده لو في اكمل كلامي وبعدين ما انت. لا معلش، اتكلم على اي حد في مجاله. بعد ما جه السيد تركي الشيخ هنا واداك قرشين لبسته وعملت شعرك واتسبخت انك انت هتركب الزمالك في يوم من الايام. انت رضا ايه؟ تاني بقول لك تاني، اوعى تفتكر انك بعد ما اشتغلت تاني بقول لك كلامي واضح وتسمعني لغايه الاخر واكتب اللي بقوله ورد عليا زي ما انا بقول. اوعى تفتكر بعد ما السيد تركي الشيخ جه وشغلك واداك قرشين ولبست لبس نظيف وعملت شعرك وسبخت انك انت هتركب الزمالك في يوم من الايام. انا بسالك سؤال. لا انا مش هركبه طول ما انت موجود، مش هركبه. هو لاول مره فعلا يطلع كلام رضا عبد العال صح. ايه علاقه المؤهل بالكوره؟ وبرده يا استاذ مرتضى ايه علاقه ان ابن حضرتك ظابط بالكوره برده؟ وما دام انت واخدها بالمؤهل فابن حضرتك كده ملوش دعوه بالرياضه. بقى بغانا. طيب صوت يعني في الاستوديو شويه. ناخد فاصل ونرجع نشوف ايه اللي هو ده استوديو ولا حديقه حيوان؟ انا مش فاهم حاجه. هازارد. هازارد. يعني انا بحب هازارد جدا. لعيب عارف قريب شويه من عبد الله السعيد يعني. هو فعلا يا كابتن حسام هازارد فيه شويه كده من عبد الله السعيد. ده لدرجه يا عزيزي المشاهد ان هازارد طلع في لقاء وقال اعتني 10 لاعبين مثل عبد الله السعيد وساعتزل كره القدم فورا. لا انيستا ده حاجه غريبه طبعا. تشافي، لا الناس دي كلها. بوسكيتش. بس انا بقول لك الناس انا بحب اشوفهم. هو مين بوسكيتش ده حضرتك؟ قصدك بوسكيتش يا راجل مش تقول. الخلاف في الود خلاف في الراي لا يفسد للود. طب ما دام انت مش عارف الحكمه بتقولها ليه؟ يعني بالحق في حاجه لازم اقولها. انا ما شفت صورتك كده انت شبه فاطمه رشدي. المفروض تمثلي. يا ده رجعتي ورا قوي كده. او اسمك عاشل بس انت لحظه قشطه. خلينا في موضوعنا بقى عشان كده هتاكل الجو. هل ده عادي يا جماعه قدام الكاميرا عمال يتحرش بيها وهي بتضحك؟ هل ده عادي؟ ولما التاني حس ان عود قصب قاعد قام قايل لك خلينا في الموضوع. اهلا وسهلا. مبسوط قوي النهارده حماد مدحت يا مساء الانوار برنامج جبار. اشتغل يا جبار. ده حسن فايق ها؟ مظبوط.
اشكرك. هم بيتضايقوا من مدحت شلبي عشان ما بيجيبش سكس في البرنامج. انت جميل، انت جميل. رسمي واتحداك انا ابو ريده فوق لنا بقى شويه. اما حازم الهواري والفيوم والمقصه ومحمد عبد السلام كفايه بقى، قرفنا زهقنا طهقنا. الكوره جت في عين الواد بتاع المقصه بلانتي. انت اعمى يا جد، انت عميت؟ ده انت طويل واهبل، ما شفتهاش كوره. والجيزه والدقي والهرم وفيصل ومبابه، ما احنا برضه بنعرف نلمح. ان هو راجل كناس وشال الدرع، عايز اقول له الكناس ده اشرف منك، لان الكناس ده اللي بينظف وسخاتنا، وده بقى اللي ابنه ممكن يبقى دكتور ومهندس وظابط ومحامي. كل المهن بتكمل بعض. واحد يا اخي اصبر، انت برج الحمل؟ انت برج ايه؟ لا تقول لي برج ايه؟ لا طب يا سياده المستشار قول لي برج عمل. كنت بتكلم عن عامل النظافه واهميه دوره. لا قول لي انت برج ايه الاول يا سياده المستشار؟ كنت تقول لي برج ايه يا فندم؟ اتفضل وانا اعمل لك عمل. هو انا هيثم؟ اتفضل يا سياده المستشار. المهم فانا عايز اقول يا جماعه، العامل هو اللي عمل ده بيحاول يسيء للعامل النظافه والزمالك. لكن طبعا تكريم كبير لانه لاعب ممتاز جدا. خالد قمر خالد قمر عايز يطلع اعاره سنه، يفك العمل اللي عملوه له هيثم ويرجع. جميل. الشناوي طالب ان هو يحترف، هتوافق له على الاحتراف ولا؟ هيثم دلوقتي الشناوي لسه قايل طول ما انت رئيس نادي انا موجود معاك، وانا ان شاء الله قاعد باذن الله ان شاء الله لغايه ما ناخد 9 دوري كمان ان شاء الله. بقى المهاجم ينظف وسخيتكم دي. هو حضراتكم كنتوا بتعملوا ايه في النادي؟ منصور اهلا بيك يا سياده المستشار. دكتور عمرو الساعه كام معاك دلوقتي؟ الساعه ثواني، الساعه 3 كام يا دكتور؟ 3 إلا 7 دقايق. انت عارف طبعا انا من الساعه 12 طالب الاخ عمرو الخياط ارد على اللي اتقال بخصوص بعض الكلام قبل ما تجيبوا الولد الفاشل اللي قال ادبوا عليا وانتوا فرحانين. ثواني بس اسمع بس يا دكتور. لا حضرتك تسمعني. لا اسمعني انت. لا انت حضرتك تسمعني. لا اسمعني، انا ما يشرفنيش اطلع معاك. مع السلامه. يبقى السلامه. اقفل. طب انت مستني 3 ساعات عشان خاطر ما يشرفكش انك تطلع معاه وتقفل وانت ما دفعتش برضه عن نفسك، فانت اصلا ما استفدتش حاجه، انت مجرد ضيعت وقتك على الفاضي. راجل محترم. ما تقوليش محترم والله. مش هكمل معاك. اوعى تقول لي محترم. اوعى تقول لي محترم. اوعى تقول لي محترم. بالراحه. اوعى تقول لي محترم. اوعى تقول لي. الوضع يبقى عامل ازاي؟ الوضع ايه دلوقتي؟ الوضع ايه؟ مش فاهم. وضع النادي طنطا وحضرتك دلوقتي في نادي طنطا. ايه المشكله يعني انا مش عارف يعني ايه الوضع ايه يعني؟ امشي يعني؟ لا انا بسألك. انا بسأل حضرتك الوضع دلوقتي يبقى ايه؟ الوضع ايه في ايه؟ بسأل حضرتك دلوقتي عن الوضع دلوقتي، حضرتك بعد خسارة النهارده الوضع ايه؟ لا مش هاخد راحتي، اصل سؤال بصراحه رخم قوي يعني، بجد يعني رخم قوي يعني انت مثلا لما معايا لعيبه نيمار وميسي والكلام ده وبخسر يعني ولا ايه؟ وده ملعب يتلعب فيه؟ لا يعني ده ملعب ويتلعب فيه كوره؟ هو ايه اللي رخم؟ هو بيسالك اسم والدتك ايه؟ هو بيقول لك ايه الوضع؟ فين الغلط في كده برضه؟ كبار اكيد ما ينفعش نلتقي النهارده من غير ما نبدا حوارنا بموضوع التيلر المسيء، مش الفيلم المسيء، ما هو طلع تيلر مدته 14 دقيقه. ايه تيلر دي؟ مقتطفه. لا ده التاني تيلر. اصل كان بيشتغل استورجي. طب لمع كلامك ده. كلامه كله جلد. مش مريحك. كلامه ضيق عاوز. التغيير الثاني كان رامي صبري بدل عبد الظاهر، وهو تغيير نمطي. قصب بقصب، ما فيش مشكله. صحيح. شال سردباك وحط مكانه سردباك. قصب بقصب جديده قوي. يعني شفت تحليل فني من مكتب برضه اضطراري. قصب بقصب ده تعبير اضطراري. برضه اضطراري. ما هو تغيير اضطراري اصابه. يعني على ذكر قصب بقصب، هذا التغيير لم يزعزع خالص. لعب بطريقه اللبشه. ما زعزعش المراكز. طب يعني المحصول بتاع الكلام ده ايه؟ المحصول ان كسب عصير صحي. لا انت لازم تفهم كلامه سكر. كلامه. بس ثانيه واحده، انت اساسا يا محمد رمزي في العيد ده انت كمان بوظته. انا انت افلامك نفسها كانت بتتشال، اللي انت الموزع بتاعها. طب وماله؟ بيشيلوها لك من دار ازاي وماله؟ يعني ده في منتج صرف عليها ملايين. لا معلش انا المنتج ده لو ما جابش فلوس هيتشال. في العيد بيجي اي فيلم هيجيب فلوس. ما جابش. انت ما جبتش ده في فيلم، ده اسمعني يا استاذ، عشان نفهم بس. ده في فيلم اتعرض ليله العيد وانت عارف،
وجايب 27000 جنيه اول يوم العيد اللي هو بتاع الموتن بورس، والسيتي ستار بعد بوردرو للموزع ب 27000 جنيه، تاني يوم شالوه. ده قصدك مول العرب؟ في مول اي سينما. طب ثانيه، البوردرو ده اللي هو ايه؟ اللي هو الفيلم عمل ايرادات قد ايه والسينما موقعه عليه. التقرير يعني. وشالوه. عمل 27000 جنيه في اول يوم. في اول يوم، تاني يوم العيد متشال عشان يعرضوا فيلم الجزيره اللي هو المنتج بتاعه. طيب. اللي محمد رمزي شريك فيه. طيب اهدى بقى. لا المنتج بتاعه. منتج مش شريك. لا الشريك طبعا ماليش شركاء. في افتراء اكتر من كده. طيب بس اهدى بقى، مش بنسمع. انت عليك ان انت تقول ملاحظاتك واتهاماتك. بص قول يا ريس. من صاحب الافتراء؟ مين؟ محمد سبكي اول واحد. ليه؟ هو اللي بدع الموضوع ده. ازاي هو متحكم في السينما؟ بيتحكم وبيذل السينمات لما يبقى معاه فيلم كبير. وانا قلت له يا محمد يا سبكي اجل فيلمك، عيب عليك. مظبوط. انت منتج كبير هتتذل. قلتها له كصديق مش كغرفه ولا بتاع. انا ما حدش يقدر يذلني. لا فيلم ولا 20 فيلم. قلت له والله انت محمد رمزي انت عبيط. عيب ان محمد مين اللي يتذل؟ عيب ان محمد لا بلاش. مين اللي يتذل؟ انت عارف هو بس تقول لي مين اللي يذلني؟ مش قصده شخص محمد السبكي يا عم محمد. عم محمد انت عبيط يا محمد يا رمزي، تقول لي اتذل؟ انا اتذل يا عم محمد. عم محمد انت بتقول لي اتذل، انا بتذل. الفيلم مين ده اللي يذلني؟ ده انا ادعكم كسبان. انت متخيل ان الاتنين دول مسؤولين عن الافلام في مصر لحد وقتنا هذا؟ بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا. تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم زياد، السلام عليكم. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي انت عملته ده يا يعقوب؟ ايه القرف ده؟ طيب ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه الاساسيه. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟